فوتوغرافر ايرلندي اسمه كيفن ايبوش بيصور باسلوب عبقري ومختلف عن اي حد تاني، ومع مرور الوقت بقى من اشهر الفوتوغرافرز في العالم وبيصور مشاهير ورؤساء وشخصيات عامة. في يوم من الايام كان في المطبخ في بيته ولاحظ بطاطساية شكلها غريب، فقرر يصورها بنفس الطريقة والاضاءات اللي بيصور بيها المشاهير. ومرت سنين وكيفن بقى مشهور جدا، وفي يوم كان قاعد مع مجموعة من رجال الاعمال ومعلق صورة البطاطساية على الحيطة. واحد من الحاضرين كان من عيلة مالكة في لوكسمبورج، وقف قدام الصورة وقال لإيبوش ممكن اشتريها؟ رد عليه بهزار وقال له ب1,000,000 دولار. بس الغريب ان الراجل وافق وحول له الفلوس. بعدها الخبر انتشر في العالم كله، وناس كتير بدأت تتريق، بس ظهرت ناس تانية بتقول ان ده فن معاصر بيدرس الرمزية. بعدها طبعا ايبوش استغل الموقف وبدأ يبيع صور تانية لحاجات ملهاش اي معنى بملايين الدولارات. بس الغريب ان ايبوش نفسه قال في لقاء صحفي انها مجرد بطاطس، واللي شايف ان ليها اي معنى تاني فالمعنى ده بالنسبة له هو. الراجل ما كانش بينصب، بس فهم ان الناس لما بتحب تعظم حاجة بتديها قيمة حتى لو القيمة دي مش فيها من الاساس.